السلام عليكم، اهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ لولي البحراوي. كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول يوم العيد الكبير، عيد الاضحى المبارك. ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وتكونوا فيه دايما انتوا كل حبايبكم في احسن حال. هنعمل النهارده وصفة كباب حلة تحفة، هتنسوا بعدها اي طريقة تانية تعرفوها. يطلع معانا بقى دايب ومستوي وطعمه في حتة تانية خالص. انتوا بجد بعد ما هتجربوا الوصفة دي ان شاء الله هتنسوا اي طريقة تانية جربتوا بيها كباب الحلة قبل كده. دي ورقة اللحمة ودي الفخدة الروست قدامي، هسيب لكم لينك الفيديوهات بتاعتهم تحت في الديسكريبشن بوكس. بس طبعا في الاول نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. نشوف احنا محتاجين ايه للوصفة السهلة البسيطة دي. طبعا هنحتاج قطعية معينة من اللحمة، يفضل تكون من وش الفخدة علشان تطلع معانا ناعمة ومستوية وما تاخدش وقت كبير مننا في السوا. لكن لو مش متاح القطعية دي طبعا نقدر نستخدم اي قطعية تانية. المهم اننا نقطع اللحمة مكعبات صغيرة عشان ما تاخدش وقت كبير مننا في السوا، ونمشي على تفاصيل الوصفة خطوة خطوة، عشان كل اضافة هنضيفها هتضيف للطعم وهتضيف كمان لطريقة العمل بتاعة الكباب بتاعنا، اللي هتخليه يطلع معانا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا كده ما شاء الله اللهم بارك، بصوا مستوية ودايبة وطعمها حلو جدا جدا. هنعمل كباب الحلة وهنعمل معاه شوية رز ابيض زي ما احنا شايفين كده. وطبعا هنا كده هنكون مش محتاجين اي حاجة تانية جنبه لغير شوية سلطة لو حابين، شوية سلطة خضراء، او اللي بيحب يغمسها بالعيش. وانا واحدة من الناس اللي بحب اغمسهم بالعيش، لان بصراحة الصوص اللي بينزل منها ده لوحده يعني عايز بتاع 10-15 رغيف كده عشان نشبع منه. هنبدأ الأول في طاسة سخنة كده على النار، هنضيف معلقتين كده من الزيت ومعلقتين من السمنة البلدي لو متاح. لو مش متاح سمنة بلدي نقدر نضيف معلقتين كبار من الليا، نبشرهم كده بالمبشرة أو نقطعهم صغير بالسكينة ونضيفهم على الزيت. هندي بقى اللحمة تشويحة كده، صدمة كده يمين وشمال بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بصوا كده اللحمة متقطعة مكعبات صغيرة. هنضيف عليها بس في الاول كده رشة من الفلفل الاسود من غير ملح، مش هنضيف الملح دلوقتي خالص، علشان لما بنضيفه في الاول بيخلي اللحمة تاخد وقت شوية زيادة في السوا، وبتبدأ تنشف من انها بتنزل العصارة بتاعتها بدري. احنا مش عايزين ده، وده طبعا بيبقى بسبب الملح. بعد ما نشوحها ونخلي لونها بني كده هنضيف عليها ايه، معلقة صغيرة من الثوم المفروم. كمية اللحمة طبعا زي ما قلنا تقدروا تحددوها زي ما انتوا حابين وحسب امكانياتكم وحسب احتياجكم. عايزين تضيفوا نص كيلو تعملوا كيلو، اكتر اقل زي ما انتوا حابين. مش متأيدين هنا خالص بكمية معينة من اللحمة، كل واحد على حسب احتياجه. خضار بقى، طماطم، بصل كتير، بصل ابيض، بصل احمر، الاتنين بيضيفوا طعم تحفة للكباب الحلة. فلفل اخضر وفلفل الوان زي ما انتوا شايفين كده. انا كمان ضايفة هنا شطة خضراء حراقة شوية، للي بيحب الحاجة تبقى حراقة، اللي ما بيحبهاش طبعا يقدر ايه يستبعدها بكل سهولة. نبدأ بقى بعد ما ضفنا الخضار نقلبها تقليبة بسيطة كده. طبعا انا زي ما قلت لكم في اول الفيديو احنا مش هنضيف عليها مية خالص. ليه مش هنضيف ميه؟ امال هتستوي ازاي؟ هتستوي بالخضار واللحمه نفسها تنزل الميه اللي موجوده فيها، العصاره اللي فيها كده تاخد وتدي مع بعضها من ميه الخضار كمان. بس الشرط الاساسي عشان نوصل للنتيجه دي بدون اضافه ميه اننا نهدي النار تماما تماما ونغطيها. هنضيف بقى هنا شويه من البهارات، حبهان على ورق لورا كده مطحونين، انا بحب اضيفهم دايما مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهنضيف نص معلقة صغيرة من القرفة وبهارات لحمة، وضفت في الأول شوية كده من الكزبرة الناشفة. وهزود كمان هنا شوية كده من الفلفل الأسود. الفلفل الأسود طبعا يعني حبيب اللحوم، اللحوم كلها بتحب الفلفل الأسود. وشوية شطة كده أو شوية هوت صوص لو موجودين عندنا. والإضافة بقى اللي هتنقل الكباب الحلة في حتة تانية خالص، هما معلقتين كبار من دبس الرمان. بتدي بقى اللحمة بتاعتنا مزازة كده وتسكيرة حلوة جدا جدا، بتسرع كمان من سوى اللحمة. هنغطي عليها وهنسيبها بقى على جنب على نار هادية جدا يا جماعة عشان تبدأ تنزل الخضار، ينزل كل المية والعصارة اللي فيه. هنجيب بقى حلة على النار عشان نعمل شوية رز أبيض، هنعمل فيها نضيف فيها شوية من الزيت وشوية من السمنة البلدي، وهنشوح الرز بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. وبعدين هنضيف عليه شوية من الملح وربع معلقة صغيرة من السكر، ودي مهمة وبتعدل طعم الرز جدا جدا، بتعادل الطعم فيه خطير بصراحة. وبعدين هنضيف عليه مية مغلية. انا استخدمت كوبايتين رز، ضفت عليهم كوبايتين من المية المغلية.
وهنسيبه بقى على نار متوسطة كده ايه يبدأ يغلي. هنا بقى الكباب بتاعنا بيبدأ يشكشك كده بالخضار والبهارات وكل الحاجات الحلوة اللي ضفناها ليه، والنار تحتيه هادية جدا. بصوا بقى بيبدأ ينزل بقى العصارة بتاعته، بتبقى جوسي كده وتحفة قد ايه. ما ضفناش ميه خالص يا جماعه. وكمان انا عايزه اقول لكم ان انا ضفت حوالي قطعتين 3 كده من الدهون، كانت جايه مع اللحمه. الجزار كان حاططها لي كمان مع كباب الحله، كانت لوحدها كده وانا حبيت اضيفها، بتدي طعم حلو جدا جدا. وهنا الرز بتاعنا استوى، هنطفي عليه بقى ونغطيه ونسيبه كده يرتاح على ما اللحمه بتاعتنا هي كمان تبدا تستوي. وهي بالفعل هنا دخلت في السوا. وهنضيف بقى هنا الملح، والملح طبعا حسب الذوق زي ما انتوا حابين. كده خلاص الصوص بتاعها كده بقى تحفة، وده احلى صوص بني ممكن تجربوه بدون اي اضافات ولا حتى مية. لكن لو احتاجنا نضيف مية هنضيف شوية شوية، وهنضيف مية سخنة يا جماعة، هنضيف مية سخنة علشان ما تخليش اللحمة تجلد مننا. لو حطينا مية باردة على اللحمة وهي بتستوي بتجلد شوية مننا، وده احنا مش عاوزينه طبعا. كده بقى زي ما احنا شايفين، يعني اللهم بارك، حاجة خطيرة. بصوا كده، حتة لحمة زي السكر. بجد يا جماعة الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا لو جربتوها. وإضافة دبس الرمان بجد بيفرق في الطعم قوي. وطبعا في طرق تانية كتير لعمل كباب الحلة. أنا شخصيا كنت بعمله بطريقة تانية غير دي برضو، بنضيف فيها توم وروزماري. بس أنا الحقيقة بحس إن الروزماري بيأثر شويتين على طعم اللحمة، أو أنا شخصيا ما بحبوش في طعم اللحمة قوي. لكن اللي بيحب يضيفه يقدر يضيف في وصفتنا دي رشة بسيطة كده من الروزماري. لكن انا ما ضفتوش، وبصراحة الطعم كان جبار. الوصفة هتعجبكم ان شاء الله، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم. ولو في اي اضافة انتوا بتضيفوها تانية لكباب الحلة وبتديله تيست اعلى كمان من احنا عاملين، نستفيد من بعض عادي وتقولوا لي، وابقى انا كمان اعملها وياكم بعد كده. هنا خلصت وصفتنا للنهارده. اتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. واشوفكم فيديو جديد على خير، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم.